السلام عليكم everyone. I hope they're faring well. معاكم دكتور احمد عبد الوهاب. هنتكلم النهارده ان شاء الله على ايه الحاجات اللي هنعملها مع بعض في الكورس بتاعنا. لازم قبل ما تخش الكورس تبقى عارف ايه الاجزاء بتاعته وهنعمل ايه بالظبط مع بعض. طيب بالنسبه للانجلش هو للاسف مش زي باقي السبجكتس اللي كفايه فيها انك انت تعرف بس الليسنز او الدروس اللي عليك وتعمل عليهم براكتس. لا للاسف الموضوع اكبر من كده شويه صغيرين. فجنب الليسنز والبراكتس بيبقى مطلوب مننا ان احنا نعمل حاجتين كمان. الحاجتين دول هما بمنتهى البساطه ان احنا نقوي الفوكابلري بتاعنا ان احنا جنب الحاجات دي لازم يكون عندنا reading program قوي. لازم يكون عندنا reading program قوي. فاحنا بنسعى ان احنا together ان شاء الله نعمل الاربع حاجات دول. الكلام ده طبعا ينطبق على اي كورس في اي جريد عندنا. فبيبقى عندنا lessons معينه المفروض نعملها، نعمل practice على lessons دي، نذاكر مع بعض vocab، ويبقى عندنا reading program عشان تنمي اللانجوج بتاعتك، لان كلنا طبعا في الانجليش unfortunately في مصر مش افضل reading skills موجوده overall يعني. السؤال بقى ازاي هنعمل كل الحاجات دي؟ يعني احنا عندنا حاجات كتير جدا عايزين نعملها. فالسؤال ازاي هنعمل كل ده؟ الحقيقه عشان نوصل للموضوع ده هنلاقي ان احنا any of our courses لازم هيبقى فيه جزء لايف، يعني بناخده مع بعض واحنا مع بعض في اونلاين ليكتشر مثلا او كده، وجزء منها بيكون recorded. تمام؟ بيكون متسجل. فتعالوا نتكلم في كل حاجه من دول احنا هنعمل فيها ايه بالظبط. بالنسبه مثلا للليسنز فكل الليسنز هتكون taken live. بالنسبه للكورس بتاعتنا كلها usually احنا بناخد الليسنز in 30 lectures. تمام؟ في 30 محاضره in 30 lectures او 30 محاضره بنعملهم مع بعض. طيب الكلام ده بينطبق سواء على الليسنز او على البراكتس، لكن بيبقى في حاجات زياده كده بنعملها مع بعض. فبالنسبه للليسنز غير ان احنا بيبقى عندنا 30 محاضره بنعرف ناخد فيهم كل الكوريكولم، بيبقى عندنا مشكله ثانيه بتقابلنا. افرض ان انا نسيت حاجه معينه و I want to revise on it. الطبيعي ان الناس هتقول لك ممكن اديك تسجيل الليكتشر، لكن هل يا ترى هقعد اسمع ساعه ونص بحالهم تاني عشان اعرف اراجع؟ فاحنا عملنا حاجه دمها خفيف جدا، انه غير ال 30 lectures دول بنديك summary revision videos. بنديك فيديوز عباره عن سمري لللسن ده. لو حضرتك قعدنا نشرح لك الموضوع اول مره في حوالي ساعه ونص، فالريفيجن ليكتشر بتاخد تقريبا يعني الاكبر ليكتشر عندنا بتبقى 30 minutes واقل من كده طبعا بكتير. فتفاجئ انك انت عارف تراجع اللسن اللي اخد منك وقت كتير جدا عشان تذاكره اول مره في فيديوز صغيره ولطيفه جدا. تمام؟ فده بالنسبه لجزء الليسنز. يبقى تو ريفايز توجذر. موضوع الليسنز بيبقى عندنا منه تو بارتس. الفيرست بارت ان احنا هناخد 30 لايف ليكتشرز، والسكند بارت ان احنا ناخد summary revision videos. نفس الكلام ده ممكن ان هو يتقال بالنسبه للبراكتس. فبالنسبه للبراكتس اول حاجه احنا هنعملها مع بعض هي نفس الكلام، ان احنا هنعمل مع بعض لايف ليكتشرز نراجع فيهم المنهج. تمام؟ ونحل مع بعض as much as possible. لكن غير اللايف براكتس عملنا لكم حاجه جميله جدا جدا اسمها question by question videos. يعني ايه question by question videos؟ يعني حضرتك لما بتاخد البراكتس في البيت let's say انك اخدت 40 سؤال براكتس مثلا، فبدل ما نديك فيديو طويل بيراجع ال 40 سؤال، لا احنا بنديك 40 فيديو صغيرين كل فيديو فيه سؤال واحد، عشان لو حضرتك مثلا غلطت 3 غلطات بس ما تضطرش تقعد تعيد وتزيد في الفيديو لحد ما تلاقي الميستيك دي. لا لو انت مثلا غلطت في question 37 فهتلاقي فيديو صغير مكتوب عليه 37 فيديو دقيقتين ولا 3 دقايق بيشرح لك السؤال ده لوحده، فكل سؤال ليه فيديو لوحده. ده اللي بنسميه question by question videos. فده كده بالنسبه للحاجات الاساسيه اللي هم الليسنز والبراكتس. نيجي بقى نتكلم على الفوكابلري. الفوكابلري ممكن من الحاجات التقيله شويه وفيها ديتيلز كتيره جدا. فهنعمل ايه بالنسبه للفوكاب؟ اول حاجه احنا كل سيشن بيبقى ليها فوكابلري بانك حضرتك مطالب انك انت تحفظه. كل ليسن بنديهولك في الفوكابلري بيكون ليه فيديو عشان حضرتك تشوف الشرح بتاع الفوكابلري ليسنز وتعرف بالظبط ازاي بنحفظ الكلمات دي، ولو احنا مثلا اديناك باسج فايه الحاجات في الباسج اللي ساعدتنا نوصل للمينينج اوف ذس وورد. طبعا غير الحاجات دول بنزود حاجه كمان مهمه جدا، ان احنا بيكون عندنا كويز every week. فهو اتس ا ويكلي كويز. الهدف بتاع الويكلي كويز ده ان احنا نراجع الوردز بتاعت الفوكاب اللي احنا حفظناها مع بعض. فده كده بالنسبه للفوكاب. بالنسبه للريدنج بروجرام ده حاجه برضو احنا بنتميز بيها، وهي حته ان احنا بنديك customized program. يعني ايه customized؟ يعني متفصل. customized program according to your level. ففي اول الكورس خالص احنا بنعمل لك زي assessment او زي تيست معين نعرف بيه الليفل بتاعك ايه الاخبار بتاعته بالظبط. we divide all the students into 3 levels. هنحط حضرتك في واحد منهم ونعمل لك بروجرام يبقى customized على حسب الحاجات اللي انت محتاج تراجعها. ده كده بالنسبه للريدنج بروجرام.